ما تزعلش مني، بس لو انت معرفتش تحل الموقف اللي قدامك ده يبقى انت ما تعرفش تلعب شطرنج. دلوقتي الموقف على الابيض، فكر كويس، وقف الفيديو وحاول انك تجيب احسن نال الابيض. في الموقف اللي قدامك ده زي ما انت شايف دلوقتي الملك الابيض بتاعنا مهاجم الرخ الاسود، والرخ ده اللي حاميه الملك. فانا بكل بساطه خطتي لو انا قدرت ان انا ماشي الملك الاسود بتاعه، بكل بساطه ساعتها اقدر اكسب الرخ. طيب امشيه ازاي؟ عندي فكرتين: يا اما اديله كش بالرخ، او اكل الحصان بحيث ان انا اجبر الملك الاسود ان هو يمشي. طبعا لو انا اديته رخ كش بلندر. طب بلندر ليه؟ لان في فيل بياكل الرخ، ارجع. يبقى فكره رخ بكش دي فكره فاشله. طيب، رخ في حصان دي نقله ممتازه. طب نقله ممتازه ليه؟ لان بكل بساطه انا كسبت قطعه، فهو لو اخد الرخ انا ساعتها اقدر اخد الرخ، مهاجم الرخ، والبدأ بتاع الايه بدأ سالك، وساعتها بكسب الدور. لو انت عرفت تجيب الحل اكتب لي في التعليقات.